خلص الدوري المصري بعد موسم طويل، موسم عملت فيه اكتر من 30 حلقة، من اول حلقة التوقعات لحد حلقة فوز الزمالك بالدوري. فجه الوقت بقى دلوقتي اللي احنا نلخص كل الحلقات دي في حلقة واحدة بس، وهي حلقة الحساب والتقييم، واللي هنقيم فيها اسوأ 11 صفقة في الموسم واحسن 11 صفقة في الموسم، وهنختار كمان افضل تشكيلة في الموسم واسوأ تشكيلة في الموسم. وعشان الدنيا ما تبقاش سهلة لو كل حاجه تسيح على بعض، في معايير وفي تحديات هي اللي هتحدد لنا وهي اللي هتخلينا نختار مين الافضل ومين الاسوأ. فاخبط لايك واشتراك ويلا بينا نبدا حلقتنا. وانا بقول لك من دلوقتي الحلقه دي هتبقى مثيره للجدل، وخلونا نبدا باسوأ 11 صفقه حصلت الموسم ده في الدوري المصري. والبدايه هتكون بمركز حراسه المرمى، واللي انا بصراحه في اختيارين محتار منهم. اولهم هو محمود جاد حارس بيراميدز، الراجل اللي معرفش ليه بعد ما كان متالق في المصري وبيروح يلعب معاهم كونفدراليه وبينضم لمنتخب مصر وبيلعب بشكل اساسي، فجاه ياخد القرار ان هو يروح يلعب في نادي بيراميدز ويبقى حارس بديل، وهو عارف ان هو حارس بديل ويتنسي خالص، واشك اصلا انك كنت عارف ان هو بيلعب في بيراميدز دلوقتي. اما الاختيار الثاني معانا هو سيحة الحارس الثالث بالنسبه للنادي الاهلي. انا عارف ان هو رايح حارس ثالث وما لعبش وما خدش فرصه، بس حتى في الماتشات اللي لعبها في كاس الرابطه كان باين عليه ان هو مش الحارس اللي للنادي الاهلي، لو اتصاب له الحارس الاول والثاني هيبقى هو ده اللي النادي الاهلي ممكن يعتمد عليه. فبصراحه انا محتار ما بين الاثنين ومش عارف اختار مين، بس اقول لك حاجه، حطهم هما الاثنين كاسوأ صفقه حراس مرمى في الموسم. وخلينا بقى نخش على خط الدفاع، وعلى عكس حراسه المرمى انا ما احترتش وما فكرتش دقيقه، لان النادي الاهلي قام بالواجب بزياده معايا في المركز ده. من اول الباك الشمال اللي محجوز لمحمد شكري، الراجل اللي كان السنه اللي فاتت مطلع نار من بقه وكان متالق مع سيراميكا كليوباترا وخد معاهم بطوله زي كاس الرابطه وكان اساسي معاهم في كل الماتشات، فجاه الموسم ده يروح النادي الاهلي ويبقى حبيس للدكه وما يلعبش مع النادي الاهلي غير 7 ماتشات بس. وحتى لما النادي الاهلي بيتصاب له الباك الشمال بتاعه الاساسي يوسف بالعمري بيلعب عليه واحد زي كوكا اللي هو اصلا نص ملعب. يعني المدرب مش مقتنع خالص بمحمد شكري، بس انا شايف ان محمد شكري بالهايب اللي كان على الصفقه بكل اللي كان عامله الموسم اللي فات يستحق معانا اسوأ صفقه في مركز الباك الشمال. اما بالنسبه للباك اليمين فهو برده محجوز لاحمد عيد، 45 دقيقه بس لعبهم كاساسي في النادي الاهلي كانت كفيله تخلي الدنيا كلها تقوم عليه. باك يمين ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش يهاجم، ما بيعرفش يعمل اي حاجه واكنه شبح في الملعب. فيا احمد يا عيد انت موجود معانا بكل جداره في اسوأ صفقه باك يمين في الدوري المصري. صح نسيت اقول لك المعيار اللي هنختار بيه اسوأ الصفقات الموسم ده، وهو يا باشا بكل بساطه قيمه اللاعب مقابل السعر اللي دفع بيه مقابل اللي هو قدمه للنادي. عشان كده يبقى كل تركيزنا على الانديه اللي بتنافس اذا كان على الدوري او على الكاس او حتى على البطولات الافريقيه، هنستثني كل الناس اللي بتنافس على الهبوط. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ يلا بينا نكمل ونشوف مين هم اسوأ صفقتين قلوب دفاع السنه دي في الدوري المصري. وبصراحه برضو الاهلي ما قصرش معانا في الحته دي، وهو مش داخل بس باسمين، ده داخل ب4 تنفار، اذا كان محمود الجزار او هادي رياض او ياسين مرعي او احمد رمضان بيكم او حتى مصطفى العش اللي راح اعاره للمصري البورسعيدي. واكيد اول واحد هختاره وهيبقى اسوأ صفقه مدافع الموسم ده هيكون الجزار، الراجل اللي جيب 60 مليون من البنك الاهلي ما عرقش نقطه عرق واحده في تيشيرت النادي الاهلي من اول ما جه في يناير لحد دلوقتي. الراجل مصاب فيستحق بجداره يكون موجود معانا كاسوأ مساك. اما المساك الثاني فانا من غير ما افكر هختار ياسين مرعي. انا هلخص لك موسم ياسين مرعي ده كله في لقطه الجون الثاني بتاع البيراميدز لما فيستون مايلي اللي عنده 34 و33 سنه زحفوا وراه من اول نص الملعب لحد ما راح حط الكره في الجون وهو مش قادر يلحقه. فيا عم ياسين يا مرعي انت مشرف جنب اخوك محمود الجزار، وانتوا الاثنين اسوأ صفقات قلوب دفاع في الدوري المصري. وتعالى بقى نخش على نص الملعب، والمره دي هنسيب النادي الاهلي وهنروح للبطل الدوري المصري نادي الزمالك، وهناخد من عنده نص ملعبه اللي جابه من البنك الاهلي احمد ربيع، الراجل اللي اول ما الزمالك اعلن على الصفقه بتاعته كنا كلنا متفائلين بيه وكنا حاطين عليه امال كبيره قوي ان هو اللي هيشيل نص ملعب الزمالك وهيبقى عنصر اساسي ومؤثر في تشكيله نادي الزمالك. بس اتفاجئنا بعكس كده، بيلعب ماتش ويجيب 5-6، والماتش حتى اللي بيلعبه ده ما بيبقاش في تركيزه ويبقى اسوأ
لاعب في الملعب، لدرجه ان هو بيبقى اول تبديله لنادي الزمالك في اي ماتش هو بيبداه. يمكن الحاجه الوحيده اللي عملها كويسه الموسم ده هو الجون بتاعه في زد اللي كان جون مؤثر بعد كده وخلى الزمالك يكسب الدوري. بس بصراحه بالاداء اللي هو قدمه يستاهل يخش معانا كاسوا نص ملعب. وتفتكرنا خلصنا نص الملعب؟ لا طبعا، ده احنا هنرجع تاني للنادي الاهلي وهنروح ناخد من عنده محمد علي بن رمضان، الراجل اللي بقالنا 3 سنين في صداع بسببه. كل سنه محمد علي بن رمضان جاي الاهلي، لا مش جاي، ده خلاص مضى ما مضاش، وفي الاخر لما بيجي بيظهر بالشكل اللي انت شايفه ده، ما يفرقش حاجه عن اي لاعب ناشئ في نص ملعب النادي الاهلي، لدرجه ان هو مرشح بنسبه كبيره ان هو يمشي من الاهلي الموسم الجاي. فمحمد علي بن رمضان انت موجود معانا جنب اخوك احمد ربيع عشان تبقوا تقارنوه بفرجاني ساسي كويس. ونسيبنا بقى من نص الملعب وتعالى نخش على الخط الهجوم ونبدا بمركز الوينج الشمال. بصراحه في كام اسم ممكن احطهم زي احمد شريف او شيكو بنزا، او في لاعب كده بيراميدز جابه في يناير اسمه فييري، بس انا هفكني من كل ده خالص وهروح اخد الموهبه البرازيليه ايفرتون دا سيلفا. ما هو بصراحه يا بيراميدز يا اخويا ما حدش يروح يشتري واحد برازيلي كان بيلعب في الدوري الكوري، مش اي حاجه النادي الاهلي يروح يتكلم معاها تجري تروح تشتريها وفي الاخر طلع برازيلي مضروب. فيا عم ايفرتون تستحق معانا بجداره اسوأ صفقه وينج شمال. ومن وينج الشمال تعال نخش على الاثنين مهاجمين، ومن غير اي كلام حط لي الثلاثي الاهلي في مكان واحد، اذا كان كاموش او محمد شريف او مروان عثمان، الثلاثه على بعض كلهم مسجلين 4 اهداف، والمفروض ان هو كان كل واحد فيهم جاي يعوض وسام ابو علي، فالثلاثه اصلا ما عوضوش جريديشار، فيستحقوا معانا هم الثلاثه اسوأ صفقه مهاجمين في الدوري المصري. هيلعب جنب الثلاثه دول واحد من نادي الزمالك وهو عمرو ناصر. عمرو ناصر اللي كان كل برضه جماهير نادي الزمالك حط امل كبير عليه، وكنا بنشبهه بماسم مرسي الجديد وقلنا هو ده هيبقى سترايكر الزمالك الاساسي طول الموسم، وهو ده اللي هيشيل الفريق برضه اكتر كمان من واحد زي عودة الدباغ او حتى ناصر منسي. بس المحصله كانت صفر، الراجل ما جابش ولا جون مع نادي الزمالك في الدوري، الراجل مصاب بقاله اكتر من 4 ولا 5 شهور، لدرجه ان احنا اصلا نسينا ان هو كان بيلعب عندنا في نادي الزمالك. فبصراحه يا عم عمرو يا ناصر تستحق معانا تاني اسوأ صفقه مهاجم في الموسم. ونخش بقى على مركز الوينج اليمين اللي عندنا فيه كذا اسم. عندنا عبد الرحمن مجدي، محمد عبد الله، وصديق اجولا، واحمد السيد زيزو. انا مش هختار الوينج اليمين وهسيب لك انت في الكومنتات تكتب لي مين اسوأ صفقه وينج يمين الموسم ده في الدوري المصري. ولو جينا مثلا نحط شويه بدل على الدكه كاسوأ برضه صفقات، ممكن نحط عبد الحميد معالي صفقه نادي الزمالك، الراجل اللي جه في الصيف ومشي في يناير، ممكن نحط احمد شريف، وممكن نحط فييري بتاع بيراميدز، وممكن كمان نحط احمد رمضان بيكهام. ولو هنختار اسوأ صفقه مدرب الموسم ده فاكيد يعني بكل النادي الاهلي عمله ده لازم يبقى عمل اسوأ صفقه مدرب لما راح جاب الداهيه الدنماركيه اياس تيرو. وبكده انا خلصت تشكيله اسوأ 11 صفقه في الدوري المصري. اللعيبه قدامك اهي، قول لي رايك في الكومنتات هل متفق معايا فيهم ولا لا، وما تنساش برضه تقول لي مين هم اسوأ 11 صفقه بالنسبه لك. ومن اسوأ بقى 11 صفقه تعال نخش على افضل 11 صفقه في الدوري المصري. والبدايه برضه هتكون بمركز حراسه المرمى اللي انا مختار فيه 2. الاول هو احمد ميهوب حارس فريق سموحه، والثاني هو المهدي سليمان. احمد ميهوب حارس تقيل وحارس جامد جدا، معرفش ازاي فريق زي بيراميدز اصلا مشيته عشان تشتري واحد زي محمود جاب، والراجل راح مع سموحه وخلاهم يبقى موجودين في ال7 الكبار. بس انا بصراحه هختار المهدي سليمان كاحسن صفقه في مركز حراسه المرمى في الدوري المصري. الراجل اللي كان جاي نادي الزمالك كحارس ثالث وفضل صابر واشتغل على نفسه لحد ما جات له الفرصه ومسك فيها، وكان مؤثر جدا مع نادي الزمالك، وكان سبب ان نادي الزمالك ينافس على الدوري وياخد الدوري، وكان سبب من اسباب ان نادي الزمالك كمان يروح الكونفدراليه، لدرجه ان هو عنده 38 سنه موجود في قائمه منتخب مصر لكاس العالم. فالمهدي سليمان تستحق وبجداره احسن صفقه حارس مرمى في الدوري المصري. وتعالى نخش على خط الدفاع، والبدايه هتكون بالمركز الباك الشمال. ومن وسط كل الباكات الشمال اللي في الدوري المصري، محمد حمدي اللي راح بيراميدز، ولا حتى يوسف بن عمرو اللي راح الاهلي، ولا كريم الدبيس اللي راح سيراميكا كليوباترا، انا هختار حمدي مارسيلو، الراجل اللي راح من السكه الحديد لفريق مودرن سبورت في يناير، والراجل لعب بس 9 ماتشات مع فريق مودرن سبورت، كان راجل مؤثر وباين عليه كمان اللي هو خامه كويسه وباك شمال مبشر جدا. وكمان الراجل قدر في ال9 ماتشات دول يسجل جونين مهمين جدا لفريقه، خلوه يضمن من بدري قوي ان هو يبقى موجود في الدوري المصري. فانا بصراحه هختار حمدي مارسيلو كافضل صفقه باك شمال في الدوري المصري. اما بالنسبه للباك اليمين فانا هختار طارق علاء باك يمين فريق زد والمعار من فريق بيراميدز. راجل عنده كل مقومات الباك اليمين الناجح، بيعرف يهاجم ويعرف يدافع واوفراته سيم، وكمان بيعرف يخش يبقى ثالث في
نص الملعب وبيعرف يطلع الكرة من تحت، كل حاجة تخليه باك يمين عالمي، لدرجة ان هو موجود في قائمة منتخب مصر لكأس العالم، وهو يستحقها ويستحق كمان يكون موجود معانا كأحسن صفقة باك يمين في الدوري المصري. ونخش بقى على الاثنين قلوب دفاع، واللي اول واحد اكيد حاجز مركزه معانا هيكون محمد اسماعيل، الراجل اللي الزمالك جابه بس ب 50 مليون وقدر يثبت جدارته ويكون واحد من اهم رجال نادي الزمالك اللي خلته يتوج ببطولة الدوري. راجل بيلعب مساك مفيش زيه، بيعرف يطلع بالكرة من تحت، بيعرف يغطي كويس وسريع وكورته جميلة. وكمان عندك عجز في الباك يمين، هيلعب لك باك يمين واوفراته سيم. عندك عجز في نص الملعب 6، هيلعب لك 6 وهيبقى احسن 6 في مصر. لما تيجي تبص على صفقة محمد اسماعيل والصفقات اللي الاهلي جابها في خط الدفاع، لازم تقول ان محمد اسماعيل هو احسن صفقة مساك في الدوري المصري. وبصراحة من الظلم ان واحد زي محمد اسماعيل ده ما يبقاش في قائمة منتخب مصر لكأس العالم. مين بقى يبقى تاني احسن صفقة مساك في الدوري المصري؟ هنرجع تاني للنادي الاهلي وهناخد هادي رياض. وانا هاخده لسببين بصراحة. اولا هو يعتبر احسن صفقة من وسط كل المدافعين النادي الاهلي جابهم، وكمان الراجل ده لو خد فرصته ومسك اساسي هيكسر الدنيا. وانا بصراحة بحب ستايل المدافعين اللي زي هادي رياض ومحمد اسماعيل، الناس الكويرة اللي بتعرف تلعب كرة من تحت وبيلد اب وكل الكلام ده. فعشان كده هادي رياض هيكون جنب محمد اسماعيل كتاني احسن صفقة مساك في الدوري المصري. ومن خط الدفاع تعال نخش على نص الملعب، واول واحد هيكون معانا اكيد الصفقة اللي كان عليها خناقة من اول الموسم وحتى في يناير كان عليها خناقة من بيراميدز والاهلي والزمالك، وهو الفلسطيني حامد حمدان. الراجل ده يا جدعان مفيش نص ملعب في مصر يقعد معاه على القهوة. راجل بيلعب 6 هو احسن نص ملعب 6 في مصر، راجل بيلعب 8 هو احسن نص ملعب 8 في مصر، راجل كمان بيلعب مساك هو احسن مساك في مصر، وكمان بيلعب باك شمال بيبقى احسن باك شمال في مصر. راجل جته، راجل سريع، راجل في كل الالتحامات البدنيه بياخدها، راجل كمان شويط وكمان اوفراته سيم. فبصراحه صفقه خسرها الاهلي والزمالك وكسبها فريق بيراميدز، وحجز مكانه كمان كاحسن صفقه نص ملعب في الدوري المصري. اما بقى الصفقه الثانيه الاحسن معانا في نص الملعب هتكون محمود صابر المعار من نادي بيراميدز لفريق زد. الراجل ده يا جدعان حوار، رجليه اليمين زي رجليه الشمال، راجل شويت من اي حته يحط لك جون، وراجل كمان من اقل لمسه ممكن يودي لك المهاجم بجون، وراجل كمان كان نجم منتخب مصر الاولمبي من سنتين. فبكل هو عمرو مع الزد الموسم ده يستحق يكون موجود معانا كتاني احسن صفقه في نص الملعب، ويستحق كمان يكون موجود معانا في قائمه منتخب مصر في كاس العالم. اما بقى ختام نص الملعب هيكون بناصر ماهر ناصر كوستا، الراجل اللي كان بادئ الموسم ومفير مع نادي الزمالك، وكان هو واحد من اهم لعيبه نادي الزمالك، وكمل على ده كمان لما راح لبيراميدز وانفجر معاهم وشال فريق بيراميدز وقدر يسجل معاهم 7 اهداف خلاهم ينافسوا لحد اخر دقيقه على الدوري مع نادي الزمالك، وكمان طلع كسبان ان هو موجود معانا كثالث احسن صفقه نص ملعب حصلت الموسم ده. ومن نص الملعب بقى تعالى نخش على خط الهجوم ونبدا بالوينج الشمال، واللي بصراحه فيه اسامي تقيله واسامي قويه جدا موجوده في المركز ده، زي علي سليمان الراجل اللي بيلعب في قرابه الاسماعيليه ومسجل معاهم 10 تجوان، زي محمود عبد الحفيظ زلاكا الراجل اللي مفير مع بيراميدز واحسن لاعب مع بيراميدز، وكمان واحد زي حامد عبد الله مع فريق نادي انبي. بس انا هختار النقطه المضيئه الوحيده في فريق النادي الاهلي الموسم ده وهو محمود حسن تريزيجيه. يمكن لو النادي الاهلي عنده 11 تريزيجيه في الملعب ما كانش هيفنش الدوري في المركز الثالث ابدا. اللاعب الوحيد اللي بيلعب بروح في النادي الاهلي، اللاعب الوحيد عارف قيمه الفانيلا اللي هو لابسها وعارف قيمه النادي الاهلي وبيلعب بجد عشان النادي الاهلي، ولا بيلعب على شو ولا بيلعب على جماهير ولا يهمه الفلوس او تهمه بصراحه ده بيقبض بالدولار. بس بصراحه وبكل هديه محمود حسن تريزيجيه افضل صفقه وينج شمال الموسم ده في الدوري المصري، يكفي اللي هو مسجل 11 جول. ومن وينج الشمال تعال نخش على المهاجم، واللي بصراحه انا محتار فيه جدا جدا وبجد لان في 3 اقوى من بعض. الاول هو فرانك بول مهاجم وادي دجله، الراجل اللي مسجل 9 اهداف، الراجل اللي تشوفه اصلا تخاف منه، مهاجم صندوق جته وقوي بدنيا واي كره عاليه تحته. وتاني واحد معانا هو احمد ياسر ريان، الراجل اللي انفجر الموسم ده مع البنك الاهلي وهو هداف الدوري المصري. وثالث واحد معانا هو عدي اللداغ مهاجم نادي الزمالك، الراجل اللي مسجل 10 اهداف مع نادي الزمالك ومسجل مع نادي الزمالك في اخر ماتشين هدفين الفوز اللي خلوه في الاخر يتوج بلقب الدوري المصري. فبصراحه انا محتار مش عارف اختار مين، هسيب لك انت الاختيار تقول لي في الكومنتات مين هو افضل صفقه مهاجم الموسم ده في الدوري المصري. وتعال نخش على مركز الوينج اليمين اللي انا بصراحه مش محتار فيه خالص لان انا عارف مين هو اللي هياخد المركز ده، وهو خوان بيسيرا الفينا الموهبه البرازيليه لاعب نادي الزمالك. مش سهل على اي لاعب بالذات لو كان محترف ان هو جاي فريق يعوض من عنده احسن لاعب في الفريق ده بقاله 5 سنين، ومش كل اللعيبه بتنجح انها تعوض اللاعب ده. واكبر مثال لسه قاله لك من كام دقيقه في حته المهاجم في النادي الاهلي لما مشي وسام وجي مكانه 3
3 ما عرفوش يعوضوه، بس خوان بيزيرا عرف يعوض زيزو وعرف يعوضه بفرق كبير كمان، وقدر يقود نادي الزمالك ويكون هو اهم لاعب واكتر لاعب مؤثر في نادي الزمالك ويخليه يتوج بلقب الدوري المصري. تيجي تبص على ارقامه مش كبيره، مسجل 5 أو 4 اهداف وعامل 6 اسيست، بس لو جيت تبص على تاثيره في الملعب فهو دايما لاعب مؤثر في الكوره اللي قبل الجون، هو اكتر لاعب في نادي الزمالك عامل كي باص. ولو شلت خوان بيزيرا من نادي الزمالك ما يبقاش ليه اي شكل، ولو حطيت خوان بيزيرا وهو مصاب هيقدر يجيب لك الفوز زي ما عمل قدام سموحه. فخوان بيزيرا بكل استحقاقيه وبكل هديه احسن صفقه وينج يمين، وهو احسن صفقه في الدوري كله بصراحه. ولو جينا نحط كام لاعب كده على الدكه، ممكن نحط محمد ابراهيم الباك اليمين بتاع الزمالك، هو طلع من الناشئين يعتبر صفقه جديده. ممكن نحط كمان واحد زي سامو الامادي، الراجل اللي بيلعب في فريق سموحه ومكسر الدنيا معاهم. ممكن نحط واحد زي جوني ابوكا، الراجل اللي كان واحد من احسن لاعبي الاتحاد السكندري الموسم ده. وممكن كمان نحط واحد زي محمد مجدي قفشه، ونضيف عليهم كمان واحد زي عمرو السوليه. كل دول يبقى موجودين معانا برده على الدكه كاحسن صفقات حصلت الموسم ده في الدوري المصري. اما لو اختار احسن صفقه مدرب فاكيد هتروح لكابتن معتمد جمال، الراجل اللي جه في حاله طوارئ فخلى الدوري المصري كله في طوارئ. وبكده تشكيله احسن 11 صفقه في الموسم ده في الدوري المصري قدامك اهي. وما تنساش تقول لي انت كمان ايه احسن 11 صفقه من وجهه نظرك.